طول ما انت بني ادم طيب هتقع فريسه للاستغلال وللطماع، للبني ادم اللي يضحك عليك، للبني ادم اللي ما يقدرش مشاعرك، للبني ادم اللي ياخد منك وما يديكش، للبني ادم اللي ياخد حقك ويديك على قفاك قدام الناس ويبين ان هو مظلوم. ومش معنى كده بقول لك اتخلى عن طيبتك وتبقى شرير، لا. اما تبقى بني ادم قوي مش معناها انك شرير، اما تبقى بني ادم بتفكر انت كمان هتاخد ايه زي ما بتدي مش معناها انك شرير. اما اقول لك انصح في مجتمع كل الناس بقت بتتعامل معاك وعايزه تاخد وما تديش، مش معنى كده ان انا بقول لك ان انت تتخلى عن طيبتك. خليك طيب ما عنديش مشكله، بس خلي بالك وانت بتدي للناس مشاعر، خلي بالك وانت بتدي للناس عطاء، خلي بالك من تعاملاتك مع كل الناس، وخليك حذر لان مش كل الناس اللي انت هتقابلهم طيبين زيك، مش كل الناس على نياتهم زيك، مش كل الناس هيخافوا على المشاعر زي ما انت بتخاف على مشاعر الناس اللي قدامك. فانا يا ابني عايزك ما تبقاش فريسه، لان طيبتك دي هتخليك فريسه في وسط كل الناس اللي مستنيين انك انت تقع. ولو انت وقعت محدش هيسمع عليك، لو انت وقعت محدش هيقف جنبك، لو انت وقعت محدش هيسندك. انا عايزك تبقى ناصح، تاخد بالك بتدي مين لايه، تاخد بالك بتتعامل ازاي، تاخد بالك انك في وسط الناس اللي موجوده حواليك تبقى ناصح في التعاملات عشان تحافظ على قلبك. لان الوجع يا ابني مش سهل، وجع والم الطيب مش سهل، بيحس ان هو اللي غلط، يعني انا اللي غايب ان انا اللي طيب، يعني انا اللي غلط ان انا اللي بدي. انت ما انتش غلط، كل ما في الامر ان في اوضاع واوقات معينه انت لازم فيها تبقى شرير وتبقى كمان اللي ياخد منك حاجه يبقى عارف ان انت ما انت السهل، عشان يا ابني يعملوا لك قيمه واحترام في المجتمع ده. عشان كده اوعى تقع فريسه لطيبتك وانت بتتعامل مع الناس.